10 اسباب بتقول ان مونديال قطر هو الافضل في تاريخ ميسي. التاثير لان ميسي في 2006 كان يا دوب احتياطي، وفي 2010 ما كانش على قدر المسؤوليه، وفي 2014 رغم ان الارجنتين وصل النهائي لكن ما كانش ليه تاثير واضح. 2 اللاعب البريمو اللي استغل مهاراته الفرديه في حسم المباريات واتطور جدا وشفناه وهو بيلعب لعب جماعي. 3 الاهداف الحاسمه، ميسي كان بيسجل اول اهداف المباريات وبالتالي كانت بتكون سبب في ارتباك المنافسين. 4 الاسيستات زي ما شفنا في ماتش هولندا وكمان كرواتيا. 5 التمرد، كان من الصعب جدا ان احنا نشوف ميسي وهو منفعل لكن شفنا الكلام ده في ماتش هولندا. 6 الالتزام، ده عن طريق الضغط العالي من ميسي على المنافسين وكمان بيرجع يدافع كويس وفجاه نلاقيه قدام. 7 الارقام القياسيه ودي لا تعد ولا تحصى. 8 الحاله البدنيه، ان 2014 كان عنده مشاكل صحيه وفي 2018 الناس وصفته ان هو كان بيتمشى في الملعب. 9 القياده، ودي ظهرت بعد ما خسروا من السعوديه وقدروا ازاي ان هم يستعيدوا الثقه مره ثانيه. 10 طبعا السعاده، مفيش حد على الكوكب دلوقتي سعيد اكتر من ميسي، لكن السعاده دي هتكتمل باحضان كاس العالم. سؤال بقى، شايفين ايه سبب تالق ميسي في مونديال قطر؟